وبركاته. النهارده ان شاء الله هعمل لكم طاجن ارنبيط بسر خطير قوي. النهارده ان شاء الله لاول مره في قناتي، قناه ماما فوفا. هعملها بحشو حلو قوي هيعجبكم. عندي هنا ارنبيط سلقاه وغسلاه ونقعاه في ميه، وغسلاه وسلقاه في ميه ولبن، ربع كوبايه لبن وميه وملح وسنه خل. عندي هنا في طماطم، في بصل، وفي فلفل مقطع صغير كده. برضو البصل حسب ما انت عايزاه جوانح، عايزاه مربعات زي ما انت عايزه. وعندي بقدونس، واخر حاجه عندي الطماطم. يعني دوبك ربع معلقه من السمنه، عشان المكون اللي انا بقول لكم عليه دوت بينزل سمنته، الدهون اللي فيه. اول ما تسخن الصدوق ده، الصدوق بلدي ده بقى يا جماعه خطير جدا في الحشوه. بسم الله الرحمن الرحيم. مع القرنبيط جربوه تحفه وهيعجبكم جدا، واول مره حد يعمله مع القرنبيط، حشو القرنبيط بدل اللحمه المفرومه. الحمد لله بفضل الله قناتنا ينفع معانا ان شاء الله، هتلاقي كله جديد. احنا هنا هنحط الصدوق، هنديله تشويحه. الصدوق يتشوح، هنعمل القرنبيط هنضربه في الكبه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هنا قطعته في الكبه اهو، فرمته. عايزه انا اعمل كده، مش كده ما عندكش كبه ممكن تعمليه بقطعيه عادي كده على القطاعه، مش مشكله، على ايدي بالسكينه هيبقى حلو برضه. ده كده نحطه نحطها في طبق. نغلي الدهون طبعا. بالشكل ده. واحنا هنا نحط البصل، مرتين. لما يدبل شويه ننزل بالفلفل. حطيت الفلفل زي ما انتم شايفين كده. بعد كده هنحط الطماطم 3 وحدات. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنسيبها تاخد غلوتين كده مع بعض. اول ما سبكت شويه كده نحط معلقه كزبره، معلقه صغيره، معلقه فلفل اسود، معلقه كمون، ومعلقه توابل ماجي. دي انا بجيبها من العطار بترمى ب25، حلوه قوي، بوريها لكم. هنقلب الحاجات دي كلها مع بعض. طبعا ندوب ملح لو عايزه ملح. انا كده قطعت الصدوق، عايزه تقطعيه مش عايزه بلاش، نحطهم هنا عليها، بس الاحسن انه يتقطع عشان ده يتحط في الفرن. يعني هنعمل بيه الطاجن وهنحطه في الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. نقلب كده.
كده والله يا جماعه دقوها تحفه تحفه ودقوا لي. وننزل على اخر حاجه البقدونس. بسم الله الرحمن الرحيم. البقدونس مش عايز ان هو يتقلب كتير، يا دوب خلاص كده ندفع عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يا جماعه خطيره. هنا وش خلاص كده هندفع عليها معلقتين سمنه على 3 معالق دقيق. بعد ما بقى بالشكل ده كده انا عملت اللبن ضربته ومعايا بيضه وشويه قرفه مش كتير، بس متخافيش بقى من اي زهور. بعد كده ننزل. بسم الله الرحمن الرحيم. لو مش عايزه لبن عندي ممكن شوربه عادي مفيش مشكله. بسم الله الرحمن الرحيم. فقعر طاجن شويه. انا كده كده هقلب في بعضه. بسم الله الرحمن الرحيم. والسوسيس في النص ورق فوق براحتك، بس هو لما بيتقلب كده بيشرب من كل حاجه مع بعض بيبقى احلى. يعني الطريقتين ينفعوا مش مشكله. بسم الله الرحمن الرحيم. متسيبش حاجه في الطاسه. نقلب بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط له بقى البشاميل. بسم الله الرحمن الرحيم. نغطيه بقى خالص كده بالبشاميل. هندخله الفرن هوريكم ان شاء الله يطلع ازاي. وده شكل الطاجن بعد ما طلع من الفرن. ايه رايكم؟ ولو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.